اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور انجي مجدي، اخصائيه العلاج الطبيعي، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنتيشن. 3 كيلو في الاسبوع مش عاجبها. اول مره تتابع معايا، وده الاول استشاره ليها، وخست 3 كيلو في الاسبوع. تقول لي بس 3 كيلو في الاسبوع؟ فين 5 كيلو كنت بخسهم من 5 سنين 6 سنين فاتت؟ وفين 6 كيلو كنت بخسهم اول اسبوع من 10 سنين فاتت؟ فبتقول لي دهوني عايزاها تنزل. هي انت متخيله ان ال3 ولا ال5 ولا ال6 دهون؟ لا حضرتك، كل دول ميه. اول اسبوع بنخس ميه فقط. عشان اخس دهون والانبادي بتاعك قرايته تتحسن، انا محتاجه التزم بالدايت من 3 اسابيع لشهر عشان نسبه الدهون بتاعتي تقل. نزول البدايه بيكون ميه عشان ببقى منفوخه، ببقى ملخبطه، باكل سكر كتير، باكل املاح كتير، فكل جسمي معبي ميه. اول ما بلتزم بالدايت الميه دي بتبدا تنزل. طيب انا ليه مش بخس ال5 وال6 اللي كنت بخسهم اول ما عملت دايت؟ لان انت من 5 ل6 سنين غير دلوقتي. الاول كنتي سنجل، دلوقتي متجوزه. الاول ما كانش فيه حمل ورضاعه ولخبطه في الهرمونات، دلوقتي فيه. ما كانش فيه مقاومه انسولين، دلوقتي فيه. وال3 كيلو ده معدل فوق 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 الممتاز. المعدل الطبيعي عشان الناس اللي بيكون عندها توقعات عاليه انها تخس، افضل نزول الوزن بيكون من ربع كيلو لكيلو ماكسيمم في الاسبوع. الارقام العاليه بتكون اجتهادات وبتكون ميه فقط، علشان ما افقدش حديد، ما انيميا ما تزيدش، ما افقدش فيتامينز في جسمي، شعري ما يقعش، ما يبداش ضغط يوطى، ما تحصلش عندي مضاعفات السيئه للدايت القاسي. بلاش تتوقعوا نتائج كبيره، وافرحوا بالنتائج الصغيره عشان هي اللي بتدينا نتائج كبيره بعد كده، وبتخليني استمر في الدايت.